من اكتر الاسئله اللي بتجيلي على القناه ايه اللابتوب المناسب او الجهاز المناسب للمونتاج او الجيمنج او الناس اللي بتشتغل 3 دي او ريندرنج او حاجات كتيره. واتكلمت في حلقات كتيره عن الموضوع ده. كل اللي انت محتاجه بروسيسور عالي ورامات عاليه وستورج اس اس دي تكون سريعه في الترانسفير بتاعك، وطبعا كارت شاشه. مش في كل الاوقات بتلاقي الحاجات دي متوفره في السوق بسهوله، ولكن اللابتوب ده بيمشي على الحيط. قوي ومناسب جدا لاي حد عايز يشتغل في المونتاج، صناعه محتوى، جيمنج، بروجرامنج، مهندس معماري وعايز يشتغل 3 دي. الجهاز ده لذيذ قوي، وهوريكم بقى لما جربت عليه اصلا مونتاج استحمل معايا لحد ال 8K. حابب النهارده ان ناخدكم كده ثرو لابتوب بصراحه لذيذ قوي، وانا شايف ان سعر مناسب جدا. لينوفو ليجن السليم 7. بصوا اللابتوب ده بيتشقلب. هسيب لكم كل المواصفات بتاعته تحت في الديسكربشن، بس تعالوا اكلمكم عن الحتت اللي انا شايف ان هي مختلفه جدا وهتفرق معاكم كتير. تعالوا كده الاول نتكلم على الديزاين، عشان انا بحب لما امسك لابتوب يبقى الديزاين بتاعه حلو. اللابتوب كده ايه، تلاقيه سليم وشكله حلو ومتناسق وخفيف نسبيا، زائد الار جي بي كالرز اللي موجوده فيه دي انا بحبها قوي، وبتبقى مهمه قوي للناس اللي عايشه جوه اضواء باتمان زينا، اللي بتحب تمنتج دايما في الضلمه. اللايتس واللاي اوت اللي موجوده فيه، سواء فيه او في الكيبورد او في الهيدسет اللي بتيجي معاه، في براندنج كده لونه ازرق، وانتوا عارفين اللون الازرق ده عامل ازاي بالنسبه لي. تعالوا بقى نتكلم على الجزء العملي والاكثر في الموضوع. الحلو في اللابتوب ده ان البروسيسور بتاعه كور اي 7، وطبعا احنا بنبقى دايما محتاجين في المونتاج البروسيسورز العاليه، لان انت لما بتحط الحاجات الكتيره قوي على التايم لاين اللي بيشيل معاك كل ده ساعه الريندر بقى والفاينل اكسبورت هو البروسيسور الوحش الموتور اللي بياخد العربيه وبيشيلها وبيجري بيها. فكور اي 9 يعني حاجه عاليه جدا. اما بالنسبه للرامات بتاعته، فالرامات بتاعته 32 جيجا، وده مهم جدا بالنسبه لك في المونتاج او اي حاجه بتحتاج هيفي وورك، لان انت طول ما بتمنتج انت الماتيريال اللي موجوده عندك على التايم لاين دي هي مش موجوده في مكان، هو اللي شايلها دلوقتي الرام. فالرام كل ما بيكون مساحته عاليه وكل ما بيكون سريع، كل ما بيكون البلاي باك بتاعك والفرجه وان انت ترجع وتروح وتيجي على اول التايم لاين، كل الكلام ده كله بيتشال على الرام. فالرام بتاعتك هي مصدر السرعه بتاعتك في مرحله المونتاج نفسه. اما بقى نتكلم على وحش الجرافيكس، الناس بتاعت الجيمز بقى تضم عندي، فكارت الشاشه بتاعه قوي جدا، وهو كارت شاشه الجي فورس ار تي اكس 4080. وكارت الشاشه ده مناسب جدا لكل الشباب اللي بتحب ان هي تشتغل افتر افكت او عايزه تلون وتتفرج كويس على دافينشي. فدايما انت طول الوقت بتبقى محتاج معادله بين الثلاث حاجات دول، وانا شايف ان الجهاز ده حققهم بكل المقاييس. هقول لكم على نقطه بالنسبه لي انا شخصيا بياع جدا في الجهاز، وانا بحب الموضوع ده. زي ما قلت لكم انا من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في اللابتوب دايما الديزاين. فالديزاين بتاعه انا حابب فيه فكره البورتلز اللي هي من ورا، عشان الاسلاك بس ايه ما تبقاش سحلاك كده شويه. وزنه بصراحه يعني لطيف جدا. نيجي بقى نتكلم باكتر جزء بياع فيه ومكيفني بصراحه، ال 180 درجه. بصوا بقى يا جماعه، جزء ال 180 درجه ده انا بالنسبه لي ان هو بيكون مهم جدا، لان انت لما بتبقى قاعد مع كلاينتس دايما في البريفيوينج انت ممكن تعمل كده فتخلي السكيل بتاع العرض بتاع الشاشه بتاعك بدل ما شخص واحد بيتفرج معاك، لا انت ممكن تتفرج كذا شخص. نرجع بقى اللابتوب بمكانه، عشان كان عاجبني قوي اللاي اوت بتاع لينوفو كده وهو طالع. من السيتس بقى اللي موجوده مع الليجن واللي انا بحبها جدا المونيتور بتاعهم، اللينوفو ليجن واي 34 دبليو زي مونيتور. المونيتور ده قوي جدا وديسبلاي فظيع بصراحه. شكله الكيرفي في قد ايه بيديك سبيس وانت بتمنتج، بالذات لو انت شغال على تايم لاين كبير، ان انت تقدر تتحكم في شكل اللاي اوت بتاعك بتاع التايم لاين. دايما لازم تبقوا عارفين ان في المونتاج، وبالذات على مونتاج بقى الافلام الكبيره، انت بتمنتج حاجه نص ساعه فيما فوق، بتبقى دايما محتاج ان انت تكون شايف التايم لاين على اكبر مساحه ممكنه. ذاتس واي لما تدخل اي بوست برودكشن تلاقي ان 90% من الشاشات اللي عندهم بتكون كيرفي، زائد ان بصراحه الوان الشاشه لطيفه جدا وانا بشتغل عليها ما اتضايقتش منها في حاجه. ومن الحاجات الجميله جدا اللي لينوفو طرحها في السوق هي الكيبورد الليجن الكي 200 الجيمنج باك لايت، والماوس اللينوفو الليجن الام 600 اس وايرلس جيمنج، والهيدسيت بقى اسمها لينوفو ليجن اتش 600 وايرلس جيمنج. بصراحه انا شايف ان الست ده كله على بعضه مميز جدا، والست ده مهم جدا بالنسبه لك لو انت صانع محتوى او انت بتحب الجيمنج، لو انت مهندس وبتشتغل على 3 دي سوفت ويرز كتير، واخيرا لو انت راجل مونتير بتحب تمنتج. والاحلى من ده كله لو انت عايز تسيبك من الشغل وتفصل وتلعب لك لعبتين، اعتقد ان الجهاز واللابتوب كويس جدا. خدت بقى الكت ده وطلعت على المكتب عندي، يا رب المخرج يتبسط. مش عارف انا المخرجين ليه بيروحوا يصوروا 8K يعني. المهم لما المخرج يتفرج على الحلقه دي ان شاء الله يعرف انهي اعلان. المهم يعني ان الفوتج والماتيريال اللي احنا كنا مصورينها دي كانت 8K، فخدته جربته هناك على الماتيريال بصراحه وانا شغال
زيرو لاج، البلاي باك بتاعه كان رائع، وفي نفس الوقت المونيتور الكبير كان مخليني بص متحكم في كل حاجه، 34 انش فانت متحكم في كل حاجه براحتك. كمان جربت ان انا مكسش حاجه بالهيدسيت، لقيت ان المكساج بتاع الريزلت بتاعها كان لطيف جدا، وكان احلى حاجه عجباني فيها العزل، ان انت فعلا معزول. صراحه اللابتوب حلو، وانا شايف ان هو جميل جدا ومناسب بالنسبه للسعر بتاعه، لانه فعلا هيقدر يعيش ويخدمك ويخلص لك شغل. انا خلصت الحلقه، يا رب تكون كانت حلقه حلوه بالنسبه لكم. سيبوا كومنتات، قولوا لي رايكم في اللابتوب، وتعالوا نتناقش.